السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاكم قصة عظيمة من القصص العظيمة اللي فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر. قصة كلها فائدة. هذه القصة وصلتني من إحدى الأخوات تقول إن شاء الله لعل الناس يستفيدون منها. تقول أنا عشت بين يدين أفضل والدين وبين ايدين افضل اخوان. والديني ما اطلبهم شيء اللي يقولون ابشري سمي تدللي. اخواني ما اطلبهم شيء الا يلبون لي اللي ابغاه، حتى وانا ما انهيت كلامي ما ناقصن علي شيء من امور الدنيا، ولله الحمد والشكر، مخليني اميره. فيوم من الايام وقعت في حب شخص تعرفت عليه. استمر الكلام بيني وبينه فترة وحبيته وتعلقت فيه إلى درجة أني ما عاد أشوف أحد غيره. إذا انقطعني تواصله أحس أني غريبة، بما أني بين أفضل والدين وأفضل أخوان وعايشة في أفضل بيت، ولله الحمد والشكر، ولا ناقصني من أمور الدنيا شيء. ولكن بحكم صغر العمر والمراهقة والجهل يلعب دور ما كنت أفهم بعض الأمور. تقول تواصلت أنا وياه فترة ما يستهان بها. فيوم من الأيام قلت تعال خطبني من أبوي. تقول وافق وجاء هو وأبوه وخطبوني من أبوي. تقول ورفض أبوي رفض ليش؟ لأن هذا الشخص اللي أنا حبيته ووقعت يحبه عنده بعض الملاحظات وعنده بعض السلوكيات السيئة، ولكن أنا خلاص وقعت يحبه، أشوف كل شيء يسويه الصح، ولكن هو عنده أخطاء اكتشفتها أنا بعد ما وقعت يحبه، فصارت عندي شيء طبيعي لأني خلاص أحبه ما عاد أشوف إلا هو، حتى لو كان ما يصلي، ولكن هو عنده أخطاء اللي يعرفها لا يمكن يزوج بنته. تقول فرفض أبوي، قال عطني أي واحد من عيالك الباقين أزوجه، ولد كذا ما يليق لبنتي. تقول يوم راحوا ويجيني أبوي يعلمني، قال ترى فلان خطب ولده فلان، وأنا رفضت. قلت ليش أبوي ترفض؟ قال هذا الشخص وأنا أبوت شخص ما هو بسوي، شخص عليه ملاحظات، شخص عليه سوابق، لا يمكن اني ارخصت. انت وانا ابوك تسوين عيوني الثنتين، والرجل اللي يرخص بنته ما في خير، مهما صار لا يمكن اني ازوج هذا الشخص. هذا الشخص بالعربي غير لائق فيك ابدا. صح ان ابوه كفو واخوانه كفو، لكن هذا الشخص لا يمكن اني ازوجه. تقول قل طيب. تقول انا قل طيب وانا النار تقطع قلبي، ابغاه لو انه ما ادري وشو ابغاه، بس ما حبيت اني اضايق ابوي. تقول تواصل معي وقال ابوي رفضني وقال كذا وقال كذا وقال قيمتي. قلت ما عليك من ابوي، انا معك وانا ما راح اخذ الا انت، طالت الدنيا ولا كسرت. تقول انا احاول اتمسك فيه، اخاف اني يروح ويتركني، لاني خلاص حبيته واشوفه بعيني شخص عظيم. تقول بعد فترة توفى ابوي الله يرحمه، وقلت له تعال اخطبني مرة ثانية. تقول وجاء هو وابوه واخطبوني من اخواني ورفضوا اخواني، نفس الكلام اللي قاله ابوي. قالوا ولد كذا لا يمكن ان نزوجه، اذا في احد من عيالك يبغى الزواج هاته، لكن ولد كذا اعذرنا. ليه ولدي وش فيه؟ قال وانت تبخص بولدك، انت تعرف ولدك وتعرف امورك كلها، فاللي ما ترضاه على بناتك لا ترضاه على بنات الناس. راحوا وجيت عند اخواني وقلت ليش رفضتوه؟ وقالوا رفضناه لان هذا الشخص ما يستاهلش.
هذا الشخص فيه وفيه وفيه. تقول علموني بأشياء كثيرة. تقول فبديت أعاندهم. تقول حتى أمي رفضت رفض قاطع. قالت اسمعوا نمت، أبى أختصر الموضوع. هذا الشخص شيلي من راسته، لأن حنا أضرب مصلحته. والله لو أن هذا الشخص كفو أن لنوافق من أول ما جانا يوم كان أبو تحي. لكن أنت برخيصة، أنت برخيصة ورمت. أنت أغلى من أرواحنا. ندور الشخص الكفو اللي يليق بيت. أما نجوز الشخص هذا لي كلني يعرف خفاياه. شيلي الشخص هذا من راسك بس. تقول فبديت أعاندهم، وبديت أعاند أمي وعاند إخواني، وصارت مشاكل ما لها أول ولا لها تالي. فالأخير تزوجت غصبا على أمي وعلى إخواني. عقيت في أمي وتهاوشت مع إخواني وخسرتهم كلهم عشان هذا الشخص. تقول تزوجته، عاد ما عاد شرحت لي كيف طريقة الزواج كيف. تقول تزوجته إلى درجة أن أمي زعلت علي وإخواني زعلوا علي ولا عاد يعترفون فيني، وقالوا روح يلا لا ردت، خلي تسمع وخليها انفعت وسرت. والأيام تعلمت أصح كلامنا ولا كلام سنتي. تقول تزوجته وأخذت عنده 3 سنوات. تقول السنتين الأولى عايشة عنده على أحسن ما يكون. السنة الثالثة بدأ يتغير علي وبدأ يصير بيني وبينه خلافات. تقول ال3 سنين هذه كلها ما رحت لأهلي ولا تواصلت معهم بتاتا، وهم أسألون عني كذلك ولا يدرون أنا وين رحت. تقول في السنة الثالثة بدأ يصير بيني وبينه خلافات، وذاك اليوم صار بيني وبينه جدال، وصار بيني وبينه مشادة كلامية. قال لي اسمعي، قال أنت إنسانة رخيصة وتافهة. تدري ليه؟ تقول أنا ماني مستوعب. قلت ليه؟ قال لأن أساسا ما به بنت أصيلة، بنت كفو تضحي بأهلها كلهم من أجل شخص تحبه. أنت ضحيتي بأمك اللي ما في أغلى منها، أخوانك سندت، منتي بعزان لا تضحين بي في يوم من الأيام. تقول وهي يضرب بالباب في وجهي وهو يطلع ويمشي. تقول سبحان الله العظيم، والله يوم قال هذا الكلام تقول حسيت بزي الصعق الكهربائي، وبدأ يمر قدامي زي الشريط. أذكر فيه كلام أبوي يوم يتكلم عن هذا الشخص ويقول إنه ما يليق، وهذا الشخص عنده كلام إخواني وكلام أمي تقول والله لو إن هذا الشخص كفو إن لنوافق من البداية، وكلام إخواني يوم يقولون مع الأيام راح تعرفين، يوم إني عصيت عليهم وطلعت ورحت يقولون مع الأيام راح تعرفين الصح كلامنا ولا كلامك. تقول حسيت بزي الدوران وجلست. تقول لو الانتحار حلال انتحرت. تقول أعوذ بالله ضاقت علي الدنيا كلها ما أدري وين أروح. تقول سبحان الله ويطري في بالي شيء أني أكلم وحدة من جاراتنا اللي كانت تجي عند أمي. حافظت الرقمها وأنا أدق عليها، سلام عليكم السلام. تقول أنا أدق وأنا أشهق من البسة. قلت أنا فلانة سلامات وش فيك وين مختفية الوقت ذا كله وين رحتي وين؟ قلت أنت في بيت الأول؟ قالت في بيت الأول. قلت بجيت. كانت تعالي بنتي تعالي عسى الأمر خير. تقول طلبت أوبر ورحت لها. تقول جيت وأخذت عندها ساعة كلها ابتساء واشهاق وأحس بقهر لو انه وزع على العالم كلهم كفاهم. تقول بعد ما هذا وضعي شرحت لها السالفة كلها. قالت لي يا بنتي أنت تتوقعين أن هلسي ومنهم رفضوا هذا الشخص أنهم حاسدينك؟ أنت بنت
بنتهم لو هذا الشخص فيه خير وافقوا عليه من البداية. قلت يا خالة اللي فيني كافيني، تعلمت لا عاد تشرح لي شيء مرة. كانت أمرين وش تبين الحين؟ قلت أبيك تروحين معي لأمي، أبغاها تسامحني، أنا ما عاد لي وجه أروح لأمي ولا لأخواني. قالت أبشري. تقول وأروح أنا وياها لأمي. تقول دخلت قدامي على أمي وسلمت عليها، وبعدها وأنا أدخل على طول دخلت وخميت أمي وضميتها وبديت أبكي ما هو ببكاء إلا صياح تكفين سامحيني تكفين سامحيني تكفين سامحيني سلم على يدينها وسلم على راسها وانزل أبى أسلم على يدينها وتمسكني وتضمني. قالت تسمعيني وأنا مت، الله يسامحت دنيا وآخرة، والله نت من يوم رحتي وأنا أدعي إن الله يسامحت ويهديت ويحفظت، ويعلم الله أنك قهرتيني قهر ما مر عليه من يوم طلعت على الدنيا، وقهرتي إخوانك عشان شخص تفهم التافه، لأن حنا عارفين وش اللي بيصير في المستقبل، وانتي جاهلة والجهل يعمي صاحبه، لكن اللي صار صار، وانتي الله يسامحك دنيا وآخرة. تقول وانا أصيح يمكن حتى جيرانهم يسمعوا صيحي، لأني أحس بقهر، حسيت بذنبي، أنبني ضميري. تقول فبدت تضمني أمي وبعدها جلستني قالت ارتاحي وأنا ما ترتاحي، الأمور كلها بسيطة، وانتي بين أمك وبين إخوانك اللي تبينها بشريبه، انتي بنيتنا، حتى لو انك سخطيتي وفعلتي وتركتي بنتنا، فالبداية والنهاية انتي بنتنا، ولا نرضى على أسباب الإهانة ولا بشيء يمس كرامات لو مثقال ذرة. تقول يوم قالت أمي الكلام هذا تمنيت نار تنشق وتبلعني. تقول يوم جو إخواني دخلتني أمي في الغرفة وأخذت إخواني ودتهم المجلس وحكت لهم السالفة كل أبوها. قالوا إخواني يا مرحبا ومسهلا فيها، يا مرحبا ومسهلا فيها، هذه اختنا، لو صار ما صار نفديها برواحنا وتبشر بعزها وترانا مسامحينها. تقول أدخل على إخواني وأنا أبتسي وصيح صياح، وكل ما سلمت على واحد وجيت بسلم على رجله رفع راسي وقال محشوم وأنا أخوت، أنت راسك فوق ما نزل تحت. تقول كلامهم مثل الخناجر، كلامهم من طيبه ومن طيبهم ومن معزتي عندهم مثل خناجر، ومني أذكر خطاي عليهم وتقصيري معهم واني مضحيتم بهم من أجل واحد ما يسوى إشعاره منهم. تقول واجلس بجنب أمي وإخواني حولي وأقدم خلع وخلعه وأعيش عند أمي وبين إخواني معززة مكرمة وتنتهي كل معاناتي. وبعد فترة يتقدم لي واحد من خيرة ربنا، رجل في خير ويوافقون إخواني وتزوجه، والآن عايشت معه بخير ونعمة ورزقني الله بعيال، يا ربي لك الحمد والشكر. والزوج الأول من فضل الله ونعمته علي أن الله رزقني منه بذرية. سبحان الله العظيم، قصة عظيمة وفيها رسالة عظيمة إلى كل الأخوات. بالله كم سمعتوا بقصة بنت نفس هذه القصة، تزوجت شخص حبته غصبا عن والدينها وغصبا عن أخوانها والعائلة كلهم، ثم بعد فترة يصير لها ما صار لهذه الأخت أو أسوأ في البداية والنهاية. والله ما للبنت إلا أهلها، والله ما يخاف عليها، ما يخاف عليها أحد أكثر من أمها وأبوها وأخوانها. أمها وأبوها وأخوانها يخافون عليها لأنها بنتهم، الأخوان لأنها أختهم. ما في أحد كائنا من كان على وجه هذه الأرض أني يخاف على البنت أكثر من أهلها.
كائنا من كان، والله لو انه يحبها حب ما عمره صار انه ما يخاف عليها اكثر من امها وابوها واخوانها. لان الام والاب والاخوان، الاهل بشكل عام، يخافون عليها بكل عيوبها، يخافون عليها بكل تقصيرها. لكن اللي يدعي بالحب لو صار بينه وبينها خلاف يوم من الأيام حذفها ودور غيرها. فرسالتي للأخوات، والله ثم والله إن ما في أحد يخاف على البنت أكثر من أهلها.